ازيكم عاملين ايه؟ راجعه لكم النهارده بفيديو جديد. اتمنى تكونوا هتستفادوا جدا جدا من الفيديو ده. سيبوه لان انتوا فعلا هتحتاجوه، لو ما كانش دلوقتي فهيبقى السنين الجايه. كتير منكم سالني عن ان احنا عايزين قنوات بتشرح مواد معينه في طب الاسنان، عشان نكون نفهم اكتر في حاجات مش فاهمينها. شرح الدكاتره ساعات مش بيكون قوي، ساعات مثلا ما حضرناش المحاضرات، فدي بدايل عشان نفهم المعلومه كويس جدا. فقبل ما نبدا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وعشان يوصلكم كل جديد، وسيبوا الفيديو لانه فعلا مهم. طيب، اول حاجه هنبتدي بالهيستولوجي. الهيستولوجي انا هحط لكم قناه دلوقتي، هي دي بتاعه دكتور ايمان نبيل. مش هتلاقوا يعني مفيش غير حرفين، دي الوحيده فعلا في الهيستو اللي انتوا فعلا تثقوا فيها، وبتشرحها تحفه يا جماعه. طيب، عندنا فيسيولوجي في دكتور نجيب الحسيني وفي دكتور محمد صالح. هحط لكم برده اللينك، السكرين شوت بتاعت القناه بتاعتهم عشان تروحوا لها بسهوله. طيب، بعد كده عندنا الاناتومي في دكتور احمد فريد وفي دكتور هيرو. الاثنين حلوين جدا. لكن لو هنتكلم على الاناتومي فانا بفضل في الاناتومي بالذات هي بتحتاج مذاكره مره واثنين وثلاثه واربعه، مذاكره كتير جدا لان فعلا ما بتثبتش والاسامي بتكون صعبه. فانا بريكومند يعني ان في الاناتومي بالذات، مثلا لو انا عندي حته بتتكلم عن جزء معين، احنا هنسيرش عن الحته دي، هيطلع فيديوهات بقى بتوريك مثلا جسم الانسان، الحاجات دي اللي هي الفيديوهات التفصيليه اللي هي بتخش جوه جسم الانسان وتوريك العضلات والحاجات دي كلها. فدي بتكون بالنسبه لي يعني الاناتومي عايزه حاجه تفصيليه اكتر، ان انت تكون فاهم انت فين بالظبط. فبالنسبه لي الاناتومي يعني الاحسن ان انت تدور على فيديو فعلا يكون بيوري الاناتومي بتاع الانسان او الاناتومي اي حاجه انت بتدرسها. طيب، كده الاناتومي عرفنا. الاندو في قناه اسمها دنتيتي، دي كويسه. الاندو برضو بريكومند فيها مواد الكونزرفتيف عموما، اندو اوبريتيف وكراون، بريكومند فيها اكتر لانها بتكون مور عن بيزكس عن العملي، فانا بريكومند فيها ان احنا نشوف فيديوهات عملي اكتر. طيب، ولو في جزء مش فاهمينه بنسرش عليه على اليوتيوب. في دنتال باي ماتيريالز، دي قناه اسمها دنتال باي ماتيريالز، لان فعلا دنتال باي ماتيريالز دي من المواد الغتة اللي بتوقع الجي بي اي، فاحنا لازم نخلي بالنا منها. طيب، وفي حاجه في خصوص الاناتومي، الاحسن طبعا يا جماعه ان احنا نحضر محاضرات الاناتومي والسكاشن كمان، لان هو بيكون فيها صور بيوريك مثلا بيوريك صور بالتفصيل، والدكتور بيشرح والدكتور عايز ايه. فالاحسن ان احنا نحضر محاضرات الاناتومي او اي محاضرات بتتكلم عن صور، او مثلا زي السيرجري فيها صور فلابس وحاجات وادوات وفورسبس واليفيترز. فاحنا الاحسن ان احنا نتفرج يعني نحضر المحاضره عشان لايف قدامك، تشوف الشاشه السكرين بيبقى معاها كمان الادوات بالتفصيل، فانت تكون فاهم. ولما انت تشوف وتبقى فاهم فعلا هتعرف تحفظ بكتير، يعني بسهوله كتير قوي. طيب، الفارما في قناه فارماسي بالعربي هحطها لكم برده، دي حلوه جدا في الفارما. عندنا بايوكيمستري. البايوكيمستري من اصعب المواد اللي انتم ممكن تواجهوها في الكليه، فعشان نجيب فيها امتياز هي من اصعب المواد، بس من اسهل المواد ان احنا نجيب فيها امتياز. طيب، في 3 قنوات، يعني لو ما لقيتوش جزء من هنا بتعوضوا بجزء من هنا او كده، لان مش كل قناه هنلاقي فيها كل الاجزاء، ومش كل قناه هنلاقي فيها كل المحتوى بتاعنا، يعني لان المحتوى بيختلف. ففي قناه اسمها ساينس بايتس، في قناه اسمها دكتور ولاء سرحان، وفي معاذ مهدي. دول كلهم قنوات في البايوكيمستري، ال3 تحفه، ال3 نشوفهم وبنعوض جزء من هنا على جزء من هنا والكلام بيمشي. طيب، بعد كده في شويه قنوات بقى انا جمعتها لكم، دي قنوات يعني بتبقى جنرال اكتر، مش متخصصه بماده معينه، بس دي هتفيدكم لو انتوا عايزين تتطوروا في مجال طب الاسنان. في قناه اسمها ابل دنتستري، في قناه اسمها دنتال ستودنت، في قناه اسمها مهيمن نايف تقريبا، اتمنى اكون قريتها صح، والكربول. دول ال4 قنوات دول بيبقوا جنرال اكتر. دول كده كل القنوات فعلا اللي انا يعني اللي هم فعلا شرحهم كويس، ويعني بيبقى مور اباوت المحتوى بتاع الاسنان بتاعنا. طيب، كده انا قلت لكم القنوات وعملت لكم اللي انتوا عايزينه، بس نصيحه مني بقى يعني بجد، احنا مش بنعتمد على القنوات دي اعتماد كلي. القنوات دي بنعتمد عليها في كيس ان احنا مفيش مصدر ان احنا نفهم منه، مش عارفين نحضر المحاضرات، فبنلجأ ساعتها لده. لكن طبعا المصدر الاول والاهم والاساسي لو انت فعلا عايز تجيب امتياز هو الكليه ثم الكليه ثم الكليه. تمام. الكليه من حيث الشرح، ما عرفتش تحضر بتجيب ريكوردات، الريكورد ساعات مش بيبقى واضح، ساعتها انت مش فاهم الحته دي، فساعتها الجا للقنوات دي، او اسمع شرح الكليه والجا للقنوات دي لو انت عايز تفهم 100%. لكن يا جماعه حضور المحاضرات مهم جدا، الا لو الدكتور فعلا شرحه مش كويس، فانت حاسس ان انت لو حضرت المحاضرات مش هتستفيد الاستفاده يعني، فساعتها ما تحضرش. بس المحاضرات مهمه جدا جدا جدا.
ده غير ان احنا يا جماعه اسلوب مذاكرتنا ايه، ركزوا معايا، اسلوب مذاكرتنا بيكون كالتالي: ان احنا بنحضر المحاضرات نسمعها كويس قوي، وبعد كده بنروح، مش شرط في نفس اليوم والله عادي يعني بعدها وات ايفر، بس اهم حاجه نحضر المحاضرات يكون عندنا فكره عن المحاضره. بعد كده بنبدا ان احنا نذاكرها مره، تمام، وبعد كده لما يجي الميد ترم مثلا بنراجعهم، ولما بيجي بقى الفاينل بنراجعهم تاني. لكن اهم حاجه ان احنا يعني نسمع في سورس للشرح، ما تذاكرش لوحدك. يا اما سورس الشرح ده كان كليه، كان فيديوز يوتيوب، كان كورس، اي حاجه، بس لازم يبقى في مصدر للشرح، لان انت مش هتفهم لوحدك، خصوصا مواد اسنان فعلا محتاجه شرح. طيب في مواد بقى بتحتاج مذاكره ال10 مرات ما بتثبتش، منهم البايوكيمستري، دي محتاجه مذاكره اكتر من مره ومرتين وثلاثه. منهم كمان الاناتومي ما بتثبتش، وده طبيعي، تفضل ممكن تبقى مذاكر الماده 3 4 مرات، تيجي الامتحان مش فاكر حاجه، عادي جدا يا جماعه، بنذاكرها تاني. الاورال باثولوجي بتتذاكر كتير جدا جدا جدا، ولو ذاكرتها كتير والله العظيم يا جماعه، والله العظيم هي الماده اللي بتعلي الجي بي اي. الاورال باثولوجي من المواد اللي بتعلي الجي بي اي، نخلي بالنا منها، ودي بتبقى موجوده في ثالثه، لان ثالثه من السنوات اللي بتقلل الجي بي اي. فاحنا لو عندنا اورال باثولوجي وب3 ساعات نستغلها كويس انها تعلينا الجي بي اي، لان في مواد تانية بتوقعها، فمش دي كمان يعني. يبقى كده الاناتومي، الاورال باثولوجي، البايوكيمستري، في مواد تانية كتير منهم البايو ماتيريالز بتوقع الجي بي اي، فنحاول ان احنا نخلي بالنا منها، ودي انا قلت لكم القناه بتاعتها اوريدي. وبس كده يا جماعه، لو محتاجين اي فيديو عن اي حاجه في الكون، اي حاجه تخص طب الاسنان وكده، قولوا لي، انا موجوده. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وسيف للفيديو. لو محتاجين اي حاجه في الكومنتس، اي سؤال، ما تترددوش. وبس كده، ومع السلامه.